وده معناه ان من 3000 ل 4000 عربيه كانوا هيجيبوا مواتير. اكيد كلنا سمعنا عن الخبر بتاع مباحث التموين اللي مسكت مصنع للزيوت المضروبه. والخبر ده يا جماعه لو تعلمون عظيم، لان تفاصيل الخبر بتقول ان هم لقوا 15 طن زيت فاسد. وده معناه ان من 3000 ل 4000 عربيه كانوا هيجيبوا مواتير. وموتور يعني عمره او جورتو بلوك، يعني من الاخر عربيتك عمرها ما ترجع زي الاول. بس برضه لو بصينا للموضوع من ناحيه تانية، ان اللي خلاهم يعملوا حاجه زي دي وينتجوا كميه زي دي انهم شايفين ان احنا كلنا بندور على ارخص مصدر للزيوت، وبنحاول نقنع نفسنا ان هو تمام وما فيهوش مشكله. وده بالذات بعد الزياده الاخيره في اسعار الزيوت اللي خلت اقل جيركن زيت لزوجه 5 دبليو 30 سعره فوق 2300 جنيه. بس لو قلت لك ان في مصدر موثوق للزيت الاصلي ومش اي زيت، ده زيت اسيديلكو بتاع توكيل منصور. واللي بيتعامل مع توكيل منصور عارف قيمه وجوده الزيت ده كويس. موقع زيت اند فلترز عامل عرض على جيركن الزيت ده ب 2100 جنيه، وكمان كاش باك 5%، يعني ارخص من سعر الجيركن المضروب. وعشان اطمنك مفيش اي حاجه مستخبيه، مفيش اي خدع في الموضوع، خليك دايما في الاصلي وما تجازفش، والحق العرض قبل ما يخلص. ولو عايزنا نعمل عروض على لزوجه تانية للزيت اكتبها لنا في الكومنتات.